أمريكا تتحرك فجأة. لماذا الآن؟ ولماذا في ملف الصحراء المغربية بالذات؟ هل هي صدفة؟ أم هناك ما يطبخ في الكواليس؟ وهل كل هذا الدعم فقط لسواد عيون المغرب؟ أم أن في الأمر غاية في نفس يعقوب؟ الكونغرس الأمريكي يناقش اليوم ما كان لسنوات تابو سياسي: البوليساريو. التنظيم الذي تم تسويقه يوماً كحركة تحرر أصبح اليوم على أبواب التصنيف كجماعة إرهابية. تنظيم خرج من دهاليز المخابرات الجزائرية، تغذى على الفوضى وحاول تمزيق وحدة المغرب بشتى الطرق. لكن يبدو أن واشنطن استفاقت أخيراً. لا طريق نحو أفريقيا إلا عبر المغرب، ولا استقرار في شمال القارة دون اقتلاع الداء الجزائري من جذوره. من طنجة إلى الجويرة، المغرب يبني، يرسخ حضوره، يزرع، ينمي ويوحد. وعلى الضفة الأخرى، نظام جزائري لا ينتج إلا الفوضى والانقسام. هل اقتربت نهاية أطول نزاع إقليمي في التاريخ الحديث؟ هل سقطت أخيراً الأكذوبة التي عطلت تنمية المنطقة لعقود؟ العالم يتغير والمغرب ينتصر. شارك هذا الفيديو، فالتاريخ يكتب الآن وأنت شاهد عليه.